اختتم المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة زامبيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أفريقيا. وخاضت العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية مساء يومه الأحد بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث وضع الناخب الوطني وليد الركراكي آخر اللمسات التكتيكية على المجموعة. وشهد المران الأخير للمنتخب المغربي تركيزاً عالياً من جميع مكوناته، علماً أن بعض اللاعبين أكدوا في تصريحاتهم لوسائل الإعلام على هامش الحصة التدريبية أنهم جاهزين لخوض المواجهة القادمة وحصد النقاط الثلاث. وتسعى كتيبة المدرب وليد الركراكي لتحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل حسم صدارة المجموعة الأولى قبل الدخول في غمار الأدوار الإقصائية، علماً أنه من المنتظر أن يشارك القائد أشرف حكيمي أمام زامبيا حسب ما ذكره الركراكي في الندوة الصحفية. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الزامبي يوم غد الاثنين 8:00 مساء غرينتش تل1 على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس أفريقيا.